لو هتزور أسوان وعاوز تقضي يوم كامل في النوبة مع صحابك في أحلى وأهدى جزيرة في أسوان، النهارده احنا في جزيرة هيصة، وطبعا وسيلة المواصلات الوحيدة علشان توصل لجزيرة هيصة هي المركب. وكمان احنا اتحركنا بدري للجزيرة علشان نلحق نشوف شكل الشروق مع المية هناك كان عامل ازاي. ووصلنا الجزيرة وده هيصة هوستل، المكان اللي هنقضي يومنا فيه. بجد المكان يحسسك انك في حضن الطبيعة كده. وندخل بعدها على الفطار وعلى الفيو اللي يفتح النفس ده. وفطارنا هيكون فطار نوبي بسيط كده، واللي بيتميز بالبيض بالجاكوت او البيض بالملوخيه زي ما بيقولوا. وبعد العصر كده وفي وقت التراويح قررنا ان احنا هنتغدى فراخ مشويه النهارده. ومش بس كده، وان احنا نشوي ونعيش الجو بقى على الفيو ده. ولحد ما يجهز الغدا تعالوا نشرب كوبايه دوم. تجربه الكاياك وقت الغروب في هيصة، التجربه اللي هتندم لو ما جربتهاش لما تيجي هنا. وبعدها الغدا جهز، وبجد الاكل كان تحفه، يعني تسلم ايد ام يوسف بجد النهارده. وده يوسف اللي عامل بكار ومخلي الجو في المكان لطيف كده. تعالوا ننهي اليوم بالتشيكول. وتشيكول يعني شاي بلبن بس بالنوبي.